مساء الخير. حاجة صغيرة عايزة أقولها اكتشفتها من فترة واتكلمت عنها قبل كده، وهي ان انا كنت بعمل سيرش بشوف ايه الحاجة اللي ممكن تكون تخلي الواحد عنده هدف بس هو ما بيعملوش. فوانا بعمل سيرش اكتشفت حاجة فكرتني بجملة قريتها في كتاب اسمه The Rules of Life. يعني انا مش شاطرة في الانجليش قوي، بس عامة هو قواعد الحياة. في قواعد الحياة ده في قاعدة من القواعد، يمكن هي تقريبا اول قاعدة، بتقولك keep it under your hat، خليها تحت طاقيتك، يعني اللي هو بمعنى عربي خليها في سرك. انا ما فهمتش. طبعا احنا هنا كعرب بنفتكر انه خليها في سرك عشان الحسد، هو طبعا ده جانب ومذكور في القرآن ومش معترضين عليه خالص، بس لما عملت سيرش اكتشفت حاجة تانية خالص. ان انت لما بتقول هدفك لحد وبتفضل تحكي 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 بتفاصيل بتفاصيل بتفاصيل، بيوصل لك نوع من شعور بالرضا والسعادة بتوصل للمخ، فبيوصل لك نوع من السعادة وبتحس بالرضا كأن بالظبط الهدف ده اتحقق وحصل. كم مرة سهرتي او سهرت تحكي عن اهدافك للصبح وقعدت شهر ما تعملش حاجة؟ انا بفضل اسهر مع ماما للفجر، اقول لها ده انا هعمل وبصوا احلام، ببقى عايزة اقوم اكسر الحيطان بتاعة البيت، بس بعديها بلاقي كسل بشع ما كنتش فاهمة ليه. لما لقيت ان النقطة دي تافهة وبسيطة قوي قررت ان انا اشاركها معاكم. كان فيديو على اليوتيوب شفته، بصراحة مش فاكرة اسم الشخص، ودي مشكلة انا اسفة، بس عملوا سيرش هتلاقوها. بيقول لك انه عملوا دراسة على مجموعتين، مجموعة قعدت واتكلمت عن اهدافها وهي عايزة تعمل ايه، ومجموعة ما اتكلمتش، وادوا لكل واحد فيهم 45 دقيقة ان هم يشتغلوا. بعد ال 45 دقيقة راحوا للمجموعة اللي هي ما اتكلمتش، اللي هي اتكلمت عن اهدافها، قالت لهم قالوا احنا بعد 30 دقيقة خلصنا وحاسين ان احنا قربنا جدا ومش عارفة ايه، وتعبوا بعد وقت قليل جدا، وحسوا كمان ان هم قريبين من هدفهم. اما اللي اخدوا 45 دقيقة التانيين اللي هم ما اتكلموش عن اهدافهم ولا اتكلموا عن هم هيعملوا ايه، بعد 45 قالوا 45 متواصل من الشغل، قالوا احنا حاسين ان لسه بدري قوي على ما نوصل لهدفنا. يعني دول حسوا بالرضا بسرعة رغم ان هم اشتغلوا حبة قد كده، ودول رغم ان هم اشتغلوا لاخر دقيقة برضو حاسين ان هم لسه محتاجين وقت تاني. وهو ده اللي احنا محتاجينه، ان دايما نحس ان احنا متحفزين وعندنا احساس ان احنا طول الوقت عايزين نعمل. علشان كده حبيت اقول خليها في سرك. تعالوا نجرب المرة دي، يمكن ساعتها اهدافنا تتحقق. خليها في سرك.